دوت. انا لما اهلي بيجوا بيبقى العفريت بيركبها. لما اهلها هنا تعمل لهم كل حاجه. الله الله. يا هدير، يا هدير. ايه؟ ايه يا عبدو؟ ايه ده يا هاني؟ قلب الحاجة يا عبدو، انا كنت بكنس قدام الباب. تنسى قدام الباب. استنى بس اجيب فلفل. تعالي تعالي. امم هو انت ايه الخصله اللي فيكي ديت؟ انا لما اهلي بيجوا ما بتحبيهمش يجوا وتعمل لهم اقل اكل. لما اهلك انت بيجوا بتعمل لهم كل حاجه حلوه وبتشيليهم فوق دماغك. هو ايه يا عبدو اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعت كده. ماشي، ما انا عارفه ان انا سمعت، بس ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بتعامل مع اهلك كانهم اهلي. كانهم اهلك. انت ليه بتشوف الاختلاف ده يعني؟ اليوم اللي اهلي بيجوا فيه انت ليه بتتحزز ومفكر ان انا بفضل اهلي وبعمل لهم احلى اكل؟ احلى اكل فين؟ احنا عاملين كبده ومكرونه رضا الحمد لله، بس لما اهلك بيجوا بعمل بشاميل، بشاميل؟ بعمل فراخ، ده بعمل البشاميل، حاجات كتير قوي. الفراخ والبشاميل اللي انت بتقول عليه ان كنت عاملهم لاهلك المره اللي فاتت. انا لما اهلي كنت عامل لهم مسقعه. مسقعه ايه يا عبدو؟ اول امبارح لما امك طبت علينا واحنا كنا بناكل نواشف عادي جدا. طب ماشي، طبت علينا تقوم حتى تعملي لها اكل. اللي طب ماشي، ما موجود الاكل كان موجود اعزمي، وقاعدين بناكل. اعزمي عليها. طب انا عايزه ده افهم ايه انت، اللي مضايقك دلوقتي في الاكل؟ انت متضايق من الاكل طبعا ولا في حاجه؟ من ده انت امك لسه مكلماكي ما بقالهاش نص ساعه وقمت عامله لها كبده ومكرونه ومش عارف جايبه لها بانيه وعماله تعملي لها اهو. المفروض هم ضيوف في بيتك يعني، ما ضيوف تتكلمش ايه؟ في كده. انا مش عايزاهم، ضمك مكلماكي من نص ساعه انا هاجي اتغدى معاكي طب وايه وانت المشكله؟ عرفتني وانا في الشغل. طب وايه المشكله؟ انا عامله شويه كبده في السريع انا وهي، ناكل كلنا مع بعض، ايه المشكله كبده برضه؟ ومكرونه والبانيه اللي بره اللي انت متبلاه ده لمين؟ لام انا؟ لا على فكره انا مش متبلاه لحد، انا متبلاه اصلا من امبارح عشان كنت ناويه اعمله، بس اه هياخد وقت طبعا في القليه وهياخد وقت طبعا كبير. بصي، ما تفضليش اهلك على اهلي. انا مش بفضل اهلك على اهلي، انا بتعامل الاتنين واحد صدقني. تعامل الاتنين واحد. ايوه والله. ده عند مين ده بقى؟ والله حقيقة انا بتعامل الاتنين واحد. هدير، اهلك عاملهم زي اهلي، ما تفرقيش ما بينهم عشان انا اللي بزعل في الاخر. مش عارفة مستغرباك، انت بتشوفني كده ازاي؟ انت بتشوف ان انا بتعامل مع انا اهلي وحش عارف. ازاي؟ ده انا بشيلهم على كفوف الراحة، دول على اه دماغي، دول اهلي اصلا يعني، ما اقدرش افرق بين اهلك واهلي. انت اللي دايما بتفهمني غلط، دي مشكلتك مش مشكلتي. مشكلتي انا. مشكلتك، ايوه مش انت مشكلتي. اصلا ما بتحبيش اهلي من ساعه مامي جت واتدخلت في الاكل. كان يوميها كان الاكل بتاعك ناقص ملح وعملت مشكله معاها، ومن ساعتها وانت شايل امي. اي حد يجي من اهلي لا يعمل له اي حاجه. والله ابدا انت اللي فاهم كده غلط. انا اللي فاهم غلط؟ طب انت مالك دلوقتي؟ طب امي لما تيجي طيب هنقلب وشنا عليها ولا هنضيفها وتاخد ضيافتها وتمشي ولا هنعمل ايه؟ ضيفيها انت. يعني ايه ضيفيها ضيفها انت، انت؟ يعني مش المفروض اتغدى مش معانا؟ امك انت. طب انت هتتغدى معانا لا مش نتغدى كلنا. هتغدى يا ستي. هو ايه عبده الطريقه دي لما انت؟ تبقي تعاملي اهلي كويس هبقى اقعد مع اهلك واكل معاهم. هو انت دماغك كده ازاي بجد؟ بتفكر صح؟ انت كده شايف انت صح؟ اعتبريها صح تعتبريها غلط، ده اللي عندي. انا عايز اقعد على قهوه ولما امك تيجي ما ترنش عليا. فهمتي؟ فهمت. فهمت يا عبده، ربنا يهديك. مش عارفه والله في ايه، دايما حاسس ان انا بفضل اهلي عن اهله، ازاي مش فاهمه.